او البيزنس اونر بيرتكبهم اثناء ما بيعمل البيزنس موديل الشركه بتاعته؟ في رايي، وانا غلطت الغلطات دي برضو، يعني احنا اول ما مره فتحت الشركه غلطت الغلطات دي بحذافيرها زي ما الكتاب بيقول. اول حاجه الكاستمر سيجمنتيشن. كتير من البيزنس اونرز او الايرلي انتربرينورز بيبقى عايز يعمل برودكت او سيرفيس لكل الناس، ده مش صح خالص. حتى لو البرودكت ممكن يوصل للنقطه دي، بس لازم يحدد سيجمنت صغيره جدا ونيش محدد جدا يركز معاه، وبعد كده يتوسع وينطلق باحلامه وطموحاته. النقطه الثانيه ان البيزنس اونر ساعات بيبقى متصور ان هو عارف كل حاجه، ان انا عندي نولج كبيره جدا وعارف تفاصيل كل حاجه فيلا بينا نشتغل. بس في حقيقه الامر لا، ده ما بيبقاش صحيح. مفيش حد عارف كل حاجه، لازم يبقى في تيم يساعده في ده، ولازم ان هو يبتدي يطلع التاسكس دي لناس تانية يثق فيهم ويثق في قدرتهم على تنفيذها. النقطه الثالثه مرتبطه شويه بالنقطه الثانيه، وهي التيم. بسبب اعتقاد البيزنس اونر ان هو عارف كل حاجه، احيانا بيغلط وبيهاير غلط، اللي هو بنسميه رونج هايرنج، ان هو ما بيجيبش الكاليبر بالسكيلز الصح علشان ينفذ الشغلانه. بيعتمد ان انا هعلمه او ان انا هديله من خبرتي وان انا هديله كل النولج اللي عندي وينفذ ويطلع قماش، بس للاسف ده ما بيحصلش. دول اهم 3 غلطات ممكن اي بزنس اونر يغلط ويقع فيهم، انا شخصيا وقعت فيهم.